اسيا، عمرو. الصدفة الحلوة دي ضحكتك حلوة، بس الصراحة وراها حاجة. دخلت المباحث دي مش باين انها صدفة خالص. واضح ان انا مهروش قوي للدرجة دي. قوي. طب انا جاي عشان اتكلم معاك كلمتين. بص يا عمرو، انا هوفر عليك واقول لك رأيي بكل صراحة. استني بس، استني. انا عارف اللي انت هتقوليه. انا اول ما عرفت ان انت بتحب الخيل وبتيجي هنا جيت عشان اتكلم معاكي، وعارف ان الموضوع كان سخيف جدا ليا وليكي. سخيف قوي يا عمرو، قوي. كل حاجة جت خبط لزق وانا اصلا يا ستي ما تبرريش، احنا قلنا هنتكلم بصراحة. اقول لك على حاجة، انا بوظ لك الموضوع من عندي. بجد؟ هو ينفع؟ طب جامليني، طب قولي لي اي حاجة. ايه الكسفة مش اللي انت قصدي والله يا عمرو. ولا تقصدي بقى؟ ده انا شكلي وحش قوي. طب بصي، عموما اعتبرينا اصحاب، واي وقت هتحتاجيني فيها هتلاقيني معاكي. عمرو انا مش عارفة اقول لك ايه. انت بجد كسفتني قوي بذوقك. ان شاء الله ربنا يبعت لك واحدة احسن مني مليون مرة وتعيش معاها مبسوط وسعيد جدا. بالمناسبة الحلوة دي، تعالى اعزمك على الغدا دلوقتي. تعزمي راجل سعيد على الغدا؟ عايزه يقولوا ايه؟ ها؟ عمرو بيه غلاب اتعزم من واحده زي القمر؟ طب انا اللي اعزمك. ماشي، وانا موافقة. احسن حاجه. يلا. استنى، تليفون بس بيرن. ماشي. الو يا باشا. حالا حالا حالا. مع السلامه. للاسف لازم اتحرك عند شغلي. ماشي. هعزمك تاني. باي. باي باي. والله يا فادي، مع ان بتعجبني دماغك الالماس دي، بس انت ما حسبتهاش صح لما وافقت تشتغل مع نادر التمساح ورفضت العرض اللي جايبه لك الحاجه فايزه الشبح. والله يا اخويا انا حسبتها حسبه تانية. يا عم ايا كانت حسبتك، فايزه الشبح برضه تكسب. وبعدين كفايه يا فادي اللقطه اللي انت لقطتها فينا دي. انت شغال مخبر يا صاحبي ولا ايه؟ ما قلت لك ده شغل اريكو، وقتك محسوب اجيبه لك من عند نادر، ما تقلقش. يا جدع عيب عليك، وانا بتكلم في فلوس يا فهد. انت هتديني كام؟ بهزر معاك يا عم، فك. انا بصراحه كده مش عاجبني حالك.